عارفه السعر بتاعه كام ده في السوبر ماركت ولا ده كمان، وانك تقدري تخليه سنه كامله عندك في المطبخ. يلا نلحق قبل الموسم بتاعه ما يخلص. بعد ما ورق العنب معايا مغسول كويس هجيبه كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا ارصه فوق بعضيه بالشكل ده. هنا كده خلاص رصيته كده فوق بعضه زي ما انتم شايفين. بعد كده اروح جايبه البرطمان بتاعي يكون متعقم كويس جدا في ميه مغليه، وهبدا اجيب الورق بتاعي وهبدا الفه بس الرول كده بالشكل دوت، وهنزل بيه هنا في البرطمان. حطيته بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت عندي كل الكميه. هنا معايا لتر من الميه، ميه مغليه قبل كده وتكون فتره. هجيب الملح بتاعي، وكل لتر من الميه هياخد معلقه ونص من الملح، وهبدا اقلبه كويس. بعد كده هبدا اجيب البرطمانات بتاعتي واعبي بيها المحلول ده. هبدا اغطيه بغطا يكون محكم كويس جدا، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دي ميه هنا بتغلي على النار، هجيب البرطمان وانزل بيه بالشكل ده. دي كده البرطمان التاني جنبيه، شايفين كده المنظر اهو. هسيبه كده يغلي على النار لمده مش اقل من 5 دقايق. بصوا هنا كده بعد ما غلي 5 دقايق جاب لون من تحت بس لسه من فوق اخضر، فانا هقلب البرطمان كمان الناحيه التانيه ومعانا برده بالشكل ده. خلاص بعد ما طلع تقدري تحطيه في المطبخ عندك لمده سنه كامله. لما تطلعيه تحشيه على طول. دمتم في امان الله واشوفكم على خير.